بجد الشعر المتساقط ده كنز عندِك، الشعر اللي هيقع منِّك وأنتِ بتسرّحي في المشط هاتيه وتعالي جمّعيهم شوية، وبعد كده روحي بيهم على النار، حطيه في الشوكة بالشكل اللي أنتِ شُفتيه كده، وحطيه على النار، وبعد كده ابدئي إن أنتِ تحرقيه زي ما أنتِ شايفة كده طبعًا، وخلّي بالِك ويا ريت الشعر اللي هتحطيه على النار ما يكونش فيه أي زيوت تمام، وبعد كده بعد ما حرقته على النار تعالي بقى هاقول لِك هنعمل بيه إيه، هتجيبي الطبق كده وبعد كده هتبدئي إن أنتِ تنزّلي كل الشعر اللي اتحرق معاكِ، الفتافيت الصغننة اللي أنتِ شايفاها دي، أنا حرقته كذا مرّة كده على النار عشان أنزّل الفتافيت بالكمية اللي أنتِ شايفاها دي، وخلاص هاخد منه كمية كده زي ما قُلت لِك من الشعر المحروق، وهاقول لِك هنعمل بيه إيه دلوقتي. خلاص بعد ما جمّعته بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، هاضيف بقى عليه الزيوت اللي هتشوفيها دلوقتي، خلاص جمّعت كمية من الشعر المحروق، هاجيب معلقة كده من زيت الزيتون، وهتقلّبيها كويس جدًا مع الشعر المحروق ده، لغاية ما كل الشعر يتكاسى كده بزيت الزيتون، وكمان هاضيف عليه معلقة من زيت الخروع، أو أي نوع زيت عندِك بيساعد على الإنبات وعدم التساقط، وكمان ممكن تضيفي عليه زيت الجوجوبا حلو جدًا بيمنع التساقط، وبيساعد على الإنبات وترطيب الشعر، حلو جدًا أنواع الزيوت اللي هتحطيها، ادهني بيه فروة شعرِك، بجد